في الفيديو ده أنا هقولك على طريقة حل أي سؤال في 30 ثانية. 30 ثانية بالظبط هخليك تحل أي سؤال يجي قصادك. خليني أقولك إن أنت لو مكمل بعد ما أنت سمعت الكلمتين دول، خليني أقولك إنك مغفل. يعني أنا مش هجاملك في الكلام، بس أنت مغفل. ودي للأسف بقت مشكلة موجودة في الجيل بتاعكم دلوقتي، انكم بقيتوا تستسهلوا اي حاجه بقيت بتدور على الطريق السهل فيها. يعني تلاقي حد كاتب لك كده ان في جروب تسريبات هينزل عليه الامتحان، فانت بتجري وتخش على جروب التسريبات. ليه؟ لان انت بتستسهل. وللاسف انتوا بقيتوا فاكرين ان النجاح هو بيجي بسهوله. وخليني اقول لك ان لو حصلت صدفة ان فعلا الحاجة دي نجحت معاك، اللي هي الحاجة السهلة اللي انت دورت عليها، فخليني اقول لك ان ده مش نجاح، ولكن هو صدفة ومش هتكمل معاك. لان النجاح معروف المعادلة بتاعته ان انت لازم تتعب في الطريق اللي انت ماشي فيه عشان تقدر توصل فعلا للنجاح اللي انت بتدور عليه، وساعتها فعلا النجاح هيبقى ليه طعم بتاعه. لكن ان انت كل حاجة انت بتستسهل، انا ما بتكلمش على مذاكرة بس على فكرة، في كل حاجة حرفيا انا بقيت بشوف ان الجيل بتاعكم هو بقى بيستسهل فيها. ودي بقت مصيبة وكارثة بقت موجودة في الجيل ده. لان الجيل ده لو طلع وكبر على المفهوم ده ان كل حاجة لازم يدور على الطريق السهل بتاعها، الكلام ده هيودينا في داهية. فالكلام ده يعني انت من غير ما تاخد بالك انت بتربي نفسك على حاجات للأسف بعد كده هتكتشف ان هي بوظت شخصيتك تماما. لان بعد كده لما تيجي تخش في اي حاجة صعبة، فانت خلاص اتعودت ان انا بدور على الحاجة السهلة او بدور على الطريق السهل. فممكن بعد كده الطريق السهل بالنسبة لك يكون طريق زي ما انتوا بتقولوا في الجيل بتاعكم طريق شمال. فانت ساعتها مش هتشوفه طريق شمال، او مش هتشوفه ان هو طريق غلط، انت هتشوفه ان هو طريق سهل وخلاص هيوصلك للهدف اللي انت عايزه. زي مثلا المراهنات اللي احنا اتكلمنا عنها. المراهنات انت مش هتشوفها كحاجة ان هي حرام، او مش هتشوفها ان هي حاجة غلط، ولكن الناس اللي بتلعب المراهنات هم ما بيشوفوهاش بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ان هي حاجة حرام او ان هي حاجة غلط. هم بيشوفوها ان هي طريق سهل هيقدر يجيب بيها الفلوس اللي يقدر يحل بيها المشاكل بتاعته، مع ان الكلام ده غلط. وخليني اقول لك ان اي حاجة بتسعى لها بطريقة غلط فكده كده النتيجة بتاعتها هتبقى غلط. حتى ولو النتيجة صدفت ان هي نجحت معاك، فخلينا اقول لك ان اخرتها هتبقى وحشة. فعشان كده انا بقولها لكم، دي مشكلة موجودة عندكم في الجيل بتاعكم، ان انتوا بقيتوا بتستسهلوا. فما تستسهلش، ما تعودش نفسك ان انت تدور على الطريق السهل، وتعود ان انت تمشي في الطريق المستقيم. ايا كان الطريق المستقيم اللي انت ماشي فيه عشان توصل لهدفك، ايا كان صعب، ايا كان يبان قصادك ان انت هتلاقي